السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد وصفي، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم على تكملة للكورس بتاع النود جي اس بالعربي. هنتكلم على اكسبريس. الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا على الموديولز وايه هي الموديولز وازاي نستخدمها، والفيديو ده إن شاء الله هنبتدي نتكلم على ايه هو اكسبريس وازاي نستخدم اكسبريس ونعمل الهلو وورد بتاعه بسرعة كده يعني. طيب، اكسبريس هو ببساطة هو باكج بنقدر نستخدمها علشان خاطر نعمل ويب ابلكيشن باستخدام النود جي اس. الويب ابلكيشن دي ممكن تبقى فول ستاك ابلكيشن او ممكن تبقى اي بي اي. في الحالة اللي احنا بنحاول دلوقتي نستخدم النود جي اس في الباك اند ونتعلم النود جي اس، فاحنا هنعمل اي بي اي. لو بصينا كده على الدوكيومنتيشن، لو فتحنا كده بسرعة الدوكيومنتيشن بتاع النود جي الاكسبريس، هنلاقي ان هو لو رحنا للهوم ان هو فريم ورك بنستعملها علشان تساعدنا وسريعة للويب للنود جي اس. وعلشان نعمل انستول ليها، كل اللي احنا محتاجين نعمله هو ان احنا نعمل npm install الاكسبريس dash dash save. فلو رجعنا تاني للفيجوال كود بتاعنا، وبعد كده في التيرمينال هنا عملنا clear وعملنا paste للكلام ده npm install الباكج نيم وبعد كده dash dash save. خلص الانستليشن اللي موجود بتاع اكسبريس، وبعد كده هنا ممكن نمسح الكلام اللي موجود عندنا ده ونبتدي نكتب الاكسبريس هلو وورلد بتاعنا. اول حاجه هنعملها هي ان احنا هنعرف variable هنا ونعمل require لاكسبريس. وزي ما انتم شايفين الريكواير دي هتبقى شبيهة جدا لفكرة الريكواير بتاع الموديولز زي ما عملنا في الفيديو اللي فات الامبورت بتاع اليوتيلز. علشان خاطر الموديول ده انا اوريدي عملت له انستول، فاقدر اعمل له امبورت زي ما انا عملت امبورت لليوتيلز بتاعتي. مش مختلفة كتير، الفرق بس ان هما اكسبريس هيبقى فيه functions اكتر، بيديني capabilities اكتر، وكمان هو library تانية نستعملها. فده ميزة من مميزات ان انا اقدر اعمل import او require لموديول او باكج موجودة انا حاططها عندي في الابلكيشن. وبعد كده هنعرف هنا الاب بتاعنا عن طريق ان احنا ننادي الاكسبريس فانكشن هنا، وبكده هو هيبقى عرف لنا الفاريبل الاب وحط لنا الابلكيشن. وعن طريق الابلكيشن هنقدر ان احنا نبتدي نعرف اول ريكوست عندنا او اول اند بوينت عندنا. طيب، اللي احنا كتبناه هنا لغايه دلوقتي كل اللي هو بيقوله ان انا عندي الاب بتاعي لما يجي لك اي جيت ريكوست سواء عن طريق الاي بي اي، سواء انا رحت البراوزر وكانت سلاش اللي هي تعتبر البيس يو ار ال بتاعي. يعني مثلا على سبيل المثال لو انا هران هنا الابلكيشن بتاعي على اللوكال هوست 3000، فمعناها ان انا لما اجي اخد اليو ار ال ده واحطه في البراوزر هيطلع لي النتيجة اللي مفروض هنكتبها دلوقتي هنا. طب خلينا كده بسرعة نرجع نروح للبراوزر ونشوف لو انا عملت ده والابلكيشن مش شغال ايه اللي هيحصل. فلو رحنا هنا للبراوزر وبعد كده جيت عملت بيست لللوكال هوست 3000، هلاقي ان هو بيقول لي cannot reach this page و connection refused لللوكال هوست ده علشان انا لسه مش رانن الاكسبريس ابلكيشن بتاعي او النود جي اس ابلكيشن بتاعي. طيب، لو رجعنا تاني كده للفيجوال كود وبعد كده جينا قمنا معرفين، هنقول بقى ان انا عايز لما هو حد يروح لللوكال هوست بتاعي 3000 سلاش يبين له هلو وورلد. فهنا جينا عملنا الريزلت دوت سند الهلو وورلد. لو رجعنا تاني لفكرة هنا الراوت بتاعي، لما باجي اعرف راوت في اكسبريس هو بياخد فانكشن سواء انا كتبتها كانونيمous فانكشن او كتبتها حتى كفانكشن عادية، وده ممكن نتعمق فيه اكتر لما نتكلم على الاساسيات بتاعة الجافا سكريبت. بس ببساطة لو انا كتبت anonymous او فانكشن عادية اقدر هنا اقول له ان هو يرجع لي الريسبونس يبقى hello world. طيب، احنا كده عرفنا الراوت بتاعنا. طب انا عايز بقى ان انا اخلي الابلكيشن يشتغل ويسمع على البورت، فهنا الاب دوت listen هي اللي بتعملي الموضوع ده وبتاخد برضو call back function. الكول باك فانكشن دي هتيجي اول ما الابلكيشن يبقى جاهز ان هو يستقبل
قايل الريكوستات بتاعتي او يبقى مستقبل الترافيك، هيعمل console.log لان السيرفر شغال على البورت 3000. طيب نسيف كده سريعا، وبعد كده بعديها نجرب نشغل الاكسبريس ابلكيشن بتاعنا. زي ما عملنا ازاي نشغل نود ابلكيشن، اقوم جاي عامل نود وبعد كده اسم الفايل، فهنا نود index.js، وهلاقي هنا ان السيرفر is running on port 3000، معنى كده ان هو خلى الابلكيشن يشتغل وبيسمع على 3000، وبعد كده عمل console.log اللاين او السطر اللي موجود جوه الكول باك فانكشن. طب لو رجعنا تاني للبراوزر بتاعنا وبعد كده جربنا نروح لللوكال هوست 3000، هنلاقي ان هو مبين لي الهلو وورلد على طول. ده كان اول طريقة او الهلو وورلد البسيط بتاع الاكسبريس، وازاي ان احنا نرجع ريسبونس بسيطة جدا للبراوزر او الاي بي اي. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنبتدي نشوف ايه هو البوستمان، وازاي نستخدم بوستمان علشان خاطر نقدر ناكسس برضو الراوت بتاعنا او ناكسس الابلكيشن بتاعنا بره البراوزر، علشان خاطر ساعات بيبقى عايزين نعمل اكتر من مجرد ان احنا نروح لليو ار ال ده ونبعت داتا ونشوف كل الكلام ده بيشتغل ازاي. فان شاء الله نشتغل مع بعض في الفيديو الجاي في الراوتس الاكتر، ونشوف استخدامات اكسبريس الاكتر من كده، وازاي ان احنا ممكن نبتدي نبني ابلكيشن صغير ممكن بيعمل حاجة بسيطة زي ان هو بيقدر يخزن مثلا نوتس، ويقدر ان انا اشوف كل النوتس اللي عندي، اقدر ان انا ازود نوت، اقدر ان انا امسح واعدل على نوت موجودة عندي. ان شاء الله الفيديو يبقى مفيد، ولو عندكم اي اسئلة قولولي، واشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.